بعد أن ماتت أمي بسنين دعاني خالي وهو في سكرات الموت، فأخرج لي مالا كثيرا وقال لي: هذا ميراث أمك من أبينا، والذي حرمتها منه فخذه لك ولإخوتك. قال: فنظرت إليه وقلت له: دعه عندك فلا حاجة لنا به يا خال، فإن أمي قد أخبرتنا قبل أن تموت أنها تنتظرك عند الله الكبير المتعال لتأخذ حقها هناك. والله لا أستطيع أن أترحم على أبي ولا أدعو له بالمغفرة. كلما تذكرت أنه ظلمني في الميراث وسجل العقارات باسم إخواني الذكور، بدل أن يواسوني ويكونوا لي أبا بعد الأب، وجدت نفسي وحيدة أصارع غلاء الإيجارات وأقاتل الفقر حتى أجد لقمة الحياة. فحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. عباد الله،